من حوالي 5 سنين وبعد أداء كارثي من فينيسيوس، في فيديو طلع لبنزيما وهو بيتكلم مع مندي وبيقول له ما تديش الكرة لفيني، ده بيلعب ضدنا. وبعد اللقطة دي بأربع مواسم في الكلاسيكو اللي فات ده نشوف كورتوا بيتعصب عليه ويشتمه عشان الاستهتار اللي بيعمله. الغريب في الموضوع ان في الفتره ما بين اللقطتين دول فينيسيوس كسب لقبين دوري ابطال وكان مرشح يكسب البالون دور، وفي الموسم اللي فات كان واحد من اهم اللعيبه في الفريق، مسجل هدفين في نص النهائي في الابطال والهدف الثاني في النهائي. فايه التحول الغريب اللي حصل له ده؟ وهل فينيسيوس رجع تاني عبء على مدريد بعد ما كان نجمهم الاول؟ تعال نرجع لاول الموسم ونشوف الموضوع ده سوا. في شهر 6 2024 ريال مدريد بيعلن رسميا عن التعاقد مع مبابي، وبرغم فرحه الجماهير ساعتها لانها كانت اكتر صفقه منتظره من سنين، كان في جزء من القلق والغموض عن مكان لعبه في الفريق، خاصه انه جه بعد موسم عالمي من فينيسيوس، وكان معظم التوقعات ساعتها انه هيلعب في مكان المهاجم، على الرغم ان ارقامه كجناح احسن بكتير. الدنيا ما كانتش واضحه في البدايه ازاي مدريد هيلعب بنجمين كبار في نفس المركز. وفي اول ماتش في الموسم في نهائي السوبر ضد اتلانتا، فينيسيوس بيصنع الهدف الاولاني ومبابي بيسجل الهدف الثاني، والماتش ده يكون بدايه كويسه للاثنين في الفريق ويطمن الجماهير شويه ان الفريق هيقدر يتعامل مع الموضوع ده ويلعب كويس. بس لما الدوري بدا ده ما حصلش. فينيسيوس في اول 13 ماتش ليه مع مدريد والبرازيل في الموسم ده مسجل 3 اهداف بس، ومستواه ما رجعش يتحسن تاني غير في شهر 10 لما الكلام على البالون دور كتر واتاكد ان هو المرشح الاول للجائزه، وساعتها قال لك لا، الواحد يركز شويه عشان الناس تفتكر انا استحق الجائزه دي قد ايه. وبالفعل عمل كده، يسجل في الدوري ضد فيلاريال، والماتش اللي بعده يسجل تاني قدام سيلتا فيجو، وبعدها يضرب دورتموند بهاتريك في دوري الابطال. السكريبت كان ماشي مظبوط لفينيسيوس لحد دلوقتي، عندك كلاسيكو يوم 26 وبعدها بيومين تكسب البالون دور والدنيا زي الفل. بس الواقع كان ليه راي تاني. في اول كلاسيكو في الموسم مدريد يخسر 4-0 في البرنابيو، وبرغم من الهزيمه دي فيني كان عنده اللي يصبره، كلها يومين وهيكسب الجائزه اللي اي لاعب كوره بيحلم بيها. لحد ما في يومها الواحد بيفتح النت يلاقي اخبار ان رودري هو اللي هيكسب، وشويه شويه يقرا ان بيريز قال لفيني ما يروحش، وبعد كده قال للنادي ان محدش يروح الحفله اصلا، وبالفعل محدش راح. وزي ما الاخبار اللي اتسربت قالت، رودري كسب الجائزه وسط دهشه واستغراب ناس كتيره جدا من مشجعين الكوره. وسواء انت شايف الجائزه دي عادله ولا لا، انا كنت عامل حلقه عنها ممكن تشوفها فوق، ده ما يمنعش ان بلوت تويست زي ده كافي يدمر مستوى وثقه اي لاعب. بس في الاول فيني اظهر للعالم انه هياخد الموضوع ده تحدي، ونزل على الاكونت بتاعه بيقول انا هعمل 10 اضعاف اللي عملته لو مضطر، هم مش جاهزين. الناس شافت البوست ده وقال لك بس يا معلم فينيسيوس هينزل ياكل اللعيبه في الماتشات. وبرغم ان في اول ماتش بعد البالون دور الريال يخسر 3-1 من ميلان، فيني في الدوري يبدا يطبق اللي قاله على النت ويجيب هاتريك ضد اوساسونا ويحمس الجماهير انه عاد لا ينتقم. بس الحماس ده ما طولش، وماتش بعد ماتش الجمهور يبدا يلاحظ ان دماغ فينيسيوس ما عادتش في الملعب خلاص، كل ماتش اداء اوحش من اللي قبله واعتراضات على كل حاجه. انت تحس انه اقنع نفسه ان العالم كله بيتآمر عليه، وشايف ان الاعلام ظلمه وما ادلوش جايزه، الجمهور ظلمه وبيتريق عليه، والحكام بتظلمه ومش بتحسب له حاجه. والعقليه دي بدات تاثر على كل حاجه، وده كان واضح قوي في ماتش فالنسيا. مدريد كان خسران 1-0 في فتره مهمه جدا في سباق الدوري، وبدل ما فينيسيوس يحاول يثبت نفسه في الماتش كان مركز جدا مع الحكم والجماهير، لدرجه ان في الماتش ده الكوره اتاخدت منه 12 مره، والمدافعين لاحظوا ده وقالوا يستغلوا النقطه دي ويبداوا يستفزوه لحد ما فيني اتعصب وضرب راس الحارس والحكم طرده. التصرف اللي كان نقطه تحول في موسم فينيسيوس ونظره الجماهير ليه. وفي ال 19 ماتش اللي بعد الطرد فيني ما قدرش يسجل غير 5 اهداف بس. ولو جينا نبص على ارقامه مقارنه بالموسم اللي فات، معدل مساهماته في الموسم ده كانت مساهمه كل 113 دقيقه تقريبا، مقارنه بالموسم اللي فات اللي كان عنده فيه مساهمه كل 85 دقيقه. حتى لو هتقارنه بموسم 2021 كان كل 109، يعني برضه احسن من اللي بيقدمه دلوقتي. الواحد ما عندوش مشكله ان لاعب مستواه ينزل في فترات، ده طبيعي، بس طريقه تعامل فينيسيوس مع الموضوع تخليك ما تعرفش تتعاطف معاه في حاجه زي كده. واكبر مثال على ده كان ماتش الديربي في دوري ابطال اوروبا. فينيسيوس في الماتش ده لعب 115 دقيقه من اسوأ ما يمكن، ما عملش ولا شوط على المرمى، والكره ضاعت منه 26 مره، وفوق كل ده مضيع ضربه جزاء كانت هتخلي مدريد كسبان بدل ما يلعب اشواط اضافيه. فالمفروض اي لاعب طبيعي بعد ماتش زي كده يطلع يعتذر للجماهير او اضعف الايمان يقعد ساكت، بس لا، فينيسيوس بعد ما يتبدل يروح يستفز جماهير اتلتيكو. الواحد مش ضد انك انت كلاعب تروح تسكت الجماهير او ترد عليهم، بالعكس دي من احلى الحاجات في الكوره لما تقدر ترد على جماهير الفريق اللي ضدك. بس الفكره انك تعمل كده بعد ما تقدم حاجه، زي رونالدو مثلا اللي كان ممكن يروح يرد على الجماهير والصحافه بس بعد ما يثبت نفسه في الماتش، مش تبقى مقدم مستوى كارثي ومضيع ضربه جزاء لفريقك ويبقى ليك انت تتكلم. الموضوع في الاول كان بيستفز الجماهير اللي ضدك بس، لكن انت دلوقتي بتستفز جماهيرك انت شخصيا، ومش الجماهير بس، ده زمايلك في الفريق كمان. مودريتش وانشيلوتي اتعصبوا عليه اكتر من مره، وبيلينجهام في ماتش اتلتيكو مدريد زعق فيه عشان بيخسر الكوره كتير وما بيرجعش يحاول ياخدها. اللي يضايق في الموضوع ان فينيسيوس فعلا لاعب كويس، بس العقليه اللي هو فيها دلوقتي ممكن تقضي على مسيرته بعد فتره، خاصه ان مبابي شويه بشويه هيبقى الواجهه المدريد، لاعب بيعمل اللي عليه في الملعب ومتواضع مع الجماهير، سجل هاتريك في كلاسيكو بس عشان خسروا طلع واعتذر للمشجعين، وفي كذا مره لما بيقدم مستوى مش كويس بيطلع ويقول انه هيحاول يعمل احسن من كده ويتحسن، على عكس فيني اللي بيقعد يعند ويقول لك انا معايا 15 دوري ابطال مع انه كسبان 2 بس، وعندك ناس زي كروس ومودريتش وكارفاخال كل واحد معاه 6 لوحده وما بيعملوش اللي فيني بيعمله ده. فالسؤال هنا يبقى،
هل الوضع ده هيتغير لما تشابي يمسك الفريق ويخلي فيه نوع من المسؤوليه والانضباط لفينيسيوس بعد ما كان انشيلوتي لحد ما متساهل وطايف في الحاجات دي؟ ده اللي هنعرفه كمان كام شهر. بس اللي الواحد متاكد منه دلوقتي ان لو الموسم اللي جاي فضل بنفس العقليه دي هيبقى دمر مسيرته بنفسه، وهيتحول من مشروع اسطوره للنادي للاعب مشي وهو مكروه من الكل. اكتب لي في الكومنتات انت رايك ايه، ولو شايف ان فينيسيوس لسه عنده فرصه يلحق نفسه قبل فوات الاوان. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وممكن تتفرج على فيديوهات تانية ليا من هنا. اشوفكم الاسبوع الجاي.